شحال من بنت كتحس راسها ماشي زوينه غير حيت شافت ستوري ديال مؤثره كتصور بالفلتر والاضاءه وبزاف ديال التمثيل. السلام عليكم، انا كوتش منير. الجيل ديال اليوم خصوصا وليداتنا ولاو كيقارنوا راسهم مع بزاف ديال الناس ما كيعرفوهمش، مع مؤثرين كيعيشوهم في حياه وهميه كلها فلاتر، ابتسامات مزيفه وحياه مصنوعه باش تبان مثاليه. والمشكل الطفل ولا المراهق كيشوف هذا الشيء وكيبدا يحس بالنقص. انا ماشي زوين، انا ماشي زوين بحالو، انا حياتي خايبه، انا ما عنديش هذا الشيء. وهكذا كتهرس الثقه بالنفس شويه بشويه، وكيتبنى معها شعور بالدونيه وخيبه الامل. المقارنه المستمره كتقتل الذات وكتجعل الطفل يحس بالقيمه ديالو بناء على شي معايير ماشي حقيقيه. حنا كاباء ومربين خاصنا نعلم وليداتنا يميزوا ما بين الواقع والوهم، ونقولوا لهم ماشي كلشي اللي كتشوفه حقيقي. ما تقيش قيمتك بعدد المتابعين ولكن بعدد القيم اللي عندك في قلبك. ورسالتي لكم اليوم، ولدك ما خاصوش يكون نسخه من شي مؤثر، خاصو يكون النسخه الافضل من نفسه. بقى في لحظه واش ولدك ولا بنتك عايشين واقعهم ولا واقع الانستغرام. شارك هذه الفكره مع اي واحد كيهتم بالامر، راه بدايه الوعي هي اول خطوه للحمايه.